الناس اللي ناوية تزرع البطاطا يمكن لك تستافد من الدعم، والطريقة كتكون على هذا الشكل. بعد ما كتقاد أرضك وتحرثها وتصيبها، عندك جوج الاختيارات على حسب القدرة المالية نتاعك، يعني على حسب جيبك. الطريقة الأولى هي أنك تزرع البطاطا من النوع المختار أو المنتقات، يعني سيليكسيوني. هذه الطريقة كتكون فيها شوية ديال الصعوبات للفلاح الصغير، حيت صعيب تلقى الفاتورة، ولا بمعنى الفاكتورة. وحتى إلا لقيتي الفاكتورة كتقام عليك غالية، حيت كتزاد فيها تيفية، وهاد التيفية إلا تزادت كتطلع المبلغ باش شريتي البطاطا. الاختيار الثاني واللي الأغلبية كيتوجه ليه، سواء الفلاحين الصغار سواء المتوسطين سواء الكبار، هو أنك كتشري الزريعة العادية بلا فاكتورة. ودابا فاش تكون قديتي أرضك وحردتيها وزرعتيها بالبطاطا، كتمشي لأقرب مديرية فلاحية اللي تابعة لها أرضك، كتعمر عندهم واحد الطلب، وكتعطيهم الكوبي ديال البطاقة الوطنية نتاعك والشهادة البنكية الريب. وبالنسبة للناس اللي يزرعوا البطاطا سيليكسيوني، هي البطاطا المنتقات، لابد ليهم يدليو بالفاكتورة باش شراو هاد الزريعة. وبالنسبة للمبلغ ديال الدعم، هو 15,000 درهم للهكتار، يعني مليون ونص بالنسبة للناس اللي زارعين البطاطا المنتقات أي سيليكسيوني، و 8000 درهم اللي هي 160 ألف ريال بالنسبة للناس اللي زارعين البطاطا العادية بلا فاكتورة. صحيح انه دابا الدعم تيخرج بسرعة، ما كيتعطلش كما من قبل، لكن هاد المبلغ راه ما كيوصل حتى 10% من التكلفة لزراعة هكتار واحد من البطاطا. نتمنوا من الدولة أنها تزيد من نسبة الدعم لزراعة البطاطا والزراعات الأخرى، خصوصا الزراعات اللي كتكون أساسية في المائدة المواطن المغربي. نتمنوا كذلك من الدولة أنها تدخل في عملية بيع المحصول أو بيع الغلة، باش الغلة أو المحصول يوصل للسوق ويوصل أيدي الزبون والمستهلك بثمن معقول، ويكون كل شيء الجميع رابح ومستفد. في الفيديوهات الماجية إن شاء الله غادي نتحدثوا على الدعم في الزراعات الأخرى وفي بعض الأشجار المثمرة. قناتنا مفتوحة إليكم لاستفساراتكم وتعليقاتكم. شكرا على مشاهدتكم، وإلى فيديو لاحق إن شاء الله.